السمكه الكبيره ديت وقار، واللي في النص ديت شعور حر. اما بقى التالتة ديت الناجل يا جماعه. بعد ما نضفناهم تنظيفه كويسه كده، قشرناهم طبعا وفتحناهم من البطن وغسلناهم غسله كويسه، وشرحنا السمك بتاعنا من كل جنب تشريحه. وهنقلي السمك ده يا جماعه سليم. خلي بالكم الوقار والشعور والناجل مش احلى حاجه في المقلي، ولكن هنجرب بعد ما نتبل السمك التتبيله الحلوه كلها، توم وليمون وبهارات السمك والملح، معاها مستردة، معاها كاري، معاها فلفل رومي برضه. يا سلام لما نبدا الحكايه بتاعتنا بذكر الله وصلاه للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وناخد السمك نمشيه في الدقيق وننفضه منه كويس، ويلا بينا هنقلي احلى سمك النهارده. لو عايزين نعملوا حاجه غير المقلي هنعمل ايه في الوقار والناجل؟ طبعا الاثنين دولت حلوين قوي في الشوربه البيضاء وجمال جدا في الزيت وليمون، لو اتعملوا سنجاري. اما الشعور شغال مقلي يا جماعه كويس، وفي السنجاري لذيذ، وفي الزيت وليمون. اما في الصواني ممتاز، ولكن في الشرب انا ما رشحش الشعور. والثلاثه طبعا لو عايزين نعملهم فيليه هقول لك خد من الناجل الكبير، والوقار احلى فيليه، والهيكل احلى شرب. والشعور انصحكم يا جماعه زي ما قلنا مقلي جزل او مقلي سليم. شايفين الزيت غزير ازاي؟ نزلنا السمك بتاعنا كده وسبناه لما شد. بصوا على اللون الذهبي بعد ما نقلبه ويطلع معانا. شايفين؟ هوري لكم بقى الدقه لما نحطها على السمك بتدي له ريحه حلوه قوي. ونشوف بقى لحم الوقار بعد القلي شكله عامل ايه. الثلاث سمكات بعد ما حطيناهم كده على الاطباق جنب منهم الدقه وصوص الطرطار، وفي برضه طبق جمبري. يا سلام لو في شويه صبيط. بص على الدقه لما بنحطها بقى. قرب تعالى شوف اللحم من الداخل كده. بص قرب. الله يا سلام على الجمال وعلى الحلاوه واللون الذهبي والقرمشه والطراوه من الداخل. حاجه حلوه قوي. راينا في التعليقات واللايك الجميل ومشاركه الفيديو ده للغير. سلام عليكم.